إذا لديك فرخ حسون وتريد أن تلقم هذا الفرخ يا أخي المربي بغناء أو تغريد لحسون آخر تحبه، فأنا في هذا الفيديو سوف أحطم لك الأسرار التي يخفيها عليك معظم الناس في تلقيم فراخ أو طيور الحسون يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إخواني وأخواتي الكرام، فأنا سوف أقول لكم الأسرار التي يخفيها عليك معظم الناس في تسميع وتلقيم الفراخ يا أخي. أول شيء يا أخي يجب عليك أن تفهم كلامي وأن تستوعب معي جيدا بإذن الله تعالى، سوف تستفيد من هذا الفيديو يا أخي. وهذا المقطع لإخواني المبتدئين أو الذين لا يعرفون كيفية تلقيم الحسون. إذا كنت أنت محترف وتعرف كلامي وتعرف تربية الحسون يا أخي، فالرجاء ألا تصدع رأسي بالتعليقات السلبية، فالكثير لقد تلقيت الكثير من الرسائل من قنوات مشهورة جدا وقنوات مرتفعة يقولون لي كلام سيء، وماذا سوف أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فأنا أشرح من قلبي يا أخي، إذا أنت لديك قناة كبيرة جدا ومشهورة ولا تعطي المعلومة الصحيحة للمتابعين، فأنا ما ذنبي؟ أنا الحمد لله عندي شهر على اليوتيوب، لقد حطمت رقم قياسي، والحمد لله بفضل صدقي وبفضل المعلومات الصحيحة وبفضل تجاربي الشخصية، والحمد لله ولكم الفضل يا أعزائي المشاهدين. المهم لنعود إلى موضوعنا يا أخي. أول شيء يا أخي لكي يستطيع حسونك أن تلقمه بغناء تحبه أنت، أول شيء يا أخي هو اختيار الغناء المناسب. يجب عليك أن تختار الغناء المناسب للحسون، ليست كل التغاريد يمكنها أن يحملها الحسون يا أخي. ثاني شيء هي يا أخي هي مدة الفيديو. يجب عليك أن يكون الفيديو أو شريط تسميع الحسون لا يزيد على 25 دقيقة يا أخي. إذا كان هذا المقطع يزيد على 25 دقيقة فالحسون لا يستطيع أن يكون مركز على أكثر من 25 دقيقة، لأنه 25 دقيقة هو فقط يستطيع أن يستوعب 25 دقيقة، لا يستطيع أن يستوعب ساعة وساعتين، لأن الفشل هو يا أخي في طول مقطع الفيديو. كلما كان المقطع طويل كلما الحسون كان لا يستطيع أن يستوعب أو يحمل لك الأغاني يا أخي. ثاني شيء يا أخي هي طريقة التسميع. معظم الناس لا يعرفون كيف يسمعون للحسون في أي وقت الذي الحسون يستطيع أن يحمل الكثير من الأغاني يا أخي. فأنا سوف أقول لك أول شيء يا أخي الكريم هو في الصباح الباكر. في الصباح الباكر عندما يستيقظ الحسون أو جميع الطيور قم بتسميع له مقطع لمدة 25 دقيقة فقط يا أخي، لا أقل لا أكثر. وثم يا أخي في منتصف النهار يجب عليك أن تضع حسونك يستحم. عندما ترى الحسون يستحم يا أخي في تلك المدة في تلك اللحظة قم بتسميع له أيضا مقطع 25 دقيقة، لأن الحسون عندما يكون يستحم يكون في مزاج جميل جدا ويكون مركز جدا على أي شيء يحيط به. في ذلك اللحظة يستطيع أن يحمل أي نوتة تريد أن يحملها يا أخي. هذه الطريقة الجميلة. ثاني شيء يا أخي يجب عليك أن تستخدم مكبر الصوت ليكون الصوت صافي. إذا كان مقطع تغريد يحمل ضوضاء أو خطوشات فلا يستطيع الحسون أن يركز يا أخي، لأن ذلك الضوضاء هي سوف تجعله لا يستطيع أن يركز يا أخي، لأن الصوت أو المقطع الذي تسمعه للحسون يكون غير واضح. فيجب أن يكون المقطع الفيديو يكون واضح جدا يا أخي لكي يستطيع الحسون أن يحمله. ثاني شيء يا أخي هي يجب عليك أن يكون هذا المكبر الصوت أو الحاسوب أو الهاتف الذي تطلق منه الغناء يكون بعيد على الحسون على الأقل 7 أمتار يا أخي. لا تضع الهاتف أو مكبر الصوت أمام الحسون، لأنه مستحيل يا أخي سوف يحمل ولا أي نوطة يا أخي، لأنني جربت الكثير والكثير والكثير من التجارب التلقيم والحمد لله يا أخي. هذا كلامي مجرب يا أخي، فأنتم وضعتم في ثقة وأنا سوف أكون قد هذه الثقة وسوف أنشر لكم الطرق صحيحة يا أخي.
إذا اتبعت طريقتي هذه يا أخي بإذن الله خلال شهر أو شهرين سوف يكون حسونك يغني مثل ما تريد أنت، مثل ما قلت لك في الصباح الباكر وفي منتصف النهار بعد الاستحمام وفي المساء عندما يذهب إلى النوم. قم بتسميع له مقطع من خلال 25 دقيقة فقط يا أخي، وسوف تنبهر من هذه النتيجة. وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل علي بلايك لهذا